كنت تعرف إن بعض الناس عندهم القدرة إنهم يميزوا بين حوالي 100 مليون لون، في حين إن الإنسان الطبيعي يقدر يميز بين مليون لون بس، وده بيفسر ليه اختيارات دهانات حيطة الشقة ممكن ياخد 3 سنين. أيها المشاهد اللطيف، الحالة دي اسمها تيترا كروماسي. الإنسان الطبيعي عينه بتميز الألوان عن طريق خلايا موجودة في شبكية العين اسمها المخاريط. معظم البشر عندهم 3 أنواع من المخاريط، وكل نوع حساس لطول موجي مختلف من الضوء: الأحمر والأخضر والأزرق. الدماغ بقى بيخلط الإشارات اللي جاية من المخاريط دي، ومن خلال الدمج ده بنقدر نميز بين حوالي مليون لون مختلف. لكن في حالات التتراكروماسي، ودي طفره بيتكون فيها نوع رابع من المخاريط في شبكيه العين، المخروط ده غالبا بيكون نسخه مختلفه قليلا من المخروط الاحمر او الاخضر، وده بيخلي العين تلتقط تفاصيل لونيه اكتر. بالتالي الشخص ده ممكن يميز درجات الوان دقيقه جدا، لدرجه انه لونين ممكن يبانوا شبه بعض تماما لشخص طبيعي، لكن بالنسبه له يبقوا لونين مختلفين. الدراسات كمان بتقول ان حوالي 12% من النساء ممكن يكون عندهم الجين المرتبط بالقدره دي. احمر، احمر، لا استنى، احمر، لا استنى، احمر.